حرفيا كده احنا محدش فينا ما بيسألش نفسه كل يوم السؤال ده، ألا وهو هي البلد دي هتتغير امتى؟ كلنا كده مستنيين التغيير من غيرنا ونسينا نسأل نفسنا أنا عملت ايه؟ أنا عملت ايه واتغيرت فعلا عشان البلد دي تبقى أحسن ولا لأ؟ يا صديقي، التغيير بيبدأ منك. يعني لما ركبت عربيتك ومشيت عكس الاتجاه وقلت لنفسك مبرر عادي، ما كله بيعمل كده، ما كانش المفروض تقول كده ولا تعمل كده. يعني لما رميت ورقة في الشارع وقلت لنفسك مبرر ما عادي، ما الشارع أصلا كله مليان، ما كانش برضو المفروض تعمل كده. ولما حد سألك عن شغل واستغلت سؤاله وقلت له شوف لي واسطة وانا ظبطك، ما كانش المفروض تعمل كده. محدش فينا بيسأل نفسه انا عملت اللي عليا ولا لا، كله مستني غيره هو اللي يتغير. طب انت هتبدأ بنفسك امتى عشان فعلا تشوف بلدك احسن؟ ما هو التغيير ده برضو عليك، مش على اللي حواليك كلهم، ولا حتى على الحكومة بس اللي دايما بترمي اللوم عليها. اديك كده مثل بسيط، عارف بتاع القهوة او صاحب اي محل قدام بيتك؟ الراجل ده لازما كل يوم الصبح يقوم ينظف قدام المحل بتاعه وهو شايف ان ده فرض عليه. هو بيعمل كده عشان هو بيحب مكانه اللي واقف فيه وشايف ان ده واجبه تجاه، مش عشان بقى حكومة فرضت عليه كده او عشان اي حاجة تانية. في النهاية عايزة اقولك ان بلدك هتتغير لما انت تبدأ وتتغير بنفسك. وصحيح يا صديقي، التغيير مش محتاج رئيس، التغيير محتاج ضمير، ضميري وضميرك.